سلام النشيد المغربي ان شاء الله نتمنى ذلك. محمد ربيعي نراه امامنا الان يقوم بعملية الإحماء بابن مدينة كازابلانكا محمد ربيعي. طبعا الجمهور الآن، الجمهور المغربي الآن يجلس في المقاهي. رأيناه أمس في قبل أمس عندما كان يلاكم محمد ربيعي كان يجلس في المقاهي وكأنها يعني مباراة كرة قدم طبعا، يشجع ويعني نقدم لكم التحية يا أهل المغرب. الآن أنتم، أنا أحس بكم وأراكم على المقاهي الآن تتابعون البطل محمد ربيعي، فدعواتكم الآن، ارفعوا أيديكم وقولوا إن شاء الله ذهبية عربية مغربية بقبضات محمد ربيعي القوية إن شاء الله، ونفرح كلنا اليوم، نبات سعداء بذهبية محمد ربيعي إن شاء الله في مواجهة شرسة، مواجهة كازاخستانية شرسة. دانييل يولي سينوف الملاكم الكازاخستاني في مواجهة البطل الكبير محمد ربيعي المغربي الحاصل على أفضل ملاكم في WSB النظام الاحترافي. نتمنى الفوز، نتمنى الفرحة عربية بقبضات مغربية، والجمهور المغربي يساند ويشجع في الصالة، صالة علي بن حمد العطية. محمد ربيعي من مواليد 2 سبتمبر 1993. كلمة السر كلمة السر لكن في نادي JHB الملاكم صاحب الانتصارات في WSB، لم يهزم الحمد لله إلى الآن، وإن شاء الله لن يهزم في هذا النزال. بطل أفريقيا، ذهبية أفريقيا التي أقيمت في المغرب المؤهلة إلى هذه البطولة، بطولة العالم بالدوحة، دوحة العرب، وننتظر انطلاق النزال. ربيعي يا ربيعي، نريدها ربيع في هذه الليلة. كابتن الملاكم الكازاخستاني ملاكم، يعني ملاكم قوي وصعب وعنيف، ولكن ماذا يجب على ربيع أن يفعل؟ ولكن ابننا ربيع إن شاء الله هيأدي مباراة طيبة تسلج صدورنا يا كابتن بإذن الله، ودعواتنا له بالتوفيق ودعوات العرب جميعا. أكيد كل من يجلس ليشاهد هذا النزال، الدعوات منكم مطلوبة والضربات منك يا ربيعي واللكمات يجب أن تكون محسوبة. الدخول واللكمة اليمينية إلى المعدة، ولكن حذاري من الرد الفعل. والجمهور في الصالة يشجع ويساند. ولكن رقم 1 في العالم كابتن، لكن كازاخستان رقم 1. وربيعي يبحث لأن يكون رقم 1 إن شاء الله في العالم. حتى الآن في نظري يا كابتن هو رقم 1 حتى الآن، مهما كانت النتيجة. فمحمد ربيعي بالفعل طبعا بطل بأخلاقه، وأيضا بطل على الحلبة. الصعود للنهائي ليس بالسهل أعزائي المشاهدين، والميدالية الذهبية إن شاء الله عربية. سلام، يا سلام على الأبر كات اليميني من محمد ربيعي، ولكن حذاري من الرد الكازاخستاني. قلتها لك يا ربيعي في اللقاء، ارفع يدك اليمنى. لكن الكازاخستاني ملاكم أعسر، يتحرك بسهولة ويتحرك بنظام السهل الممتنع، والربيعي يلاحق ويقطع مسافات الحلبة. ماذا يجب عليك أن تفعل يا ربيعي؟ نسمع من الكابتن حسن. وربيعي حتى الآن يعني يا كابتن إبراهيم هو مسيطر على المباراة، بس لازم يكسر من ضربات اليمنى ثم الهوك رايت. نعم،
وما يجريش بقى ورا الملاكم، ما يجريش وراه، هو يتحرك تحجيز. ب... اوه يمينيه رائعه من ربيعي. احنا قلنا كده مع لازم الدخول. هو لازم يسدد اليمنى ومع الخطافيه. مع دخول الملاكم الكازاخستاني. الملاكم الكازاخستاني ينتظر ثم ينقض باليساريه. محمد ربيع يقابل باليمينيه بطريقه رائعه، ولكن نحن لا نرى الا لون ازرق، لا نرى الا لون قفاز ازرق، قفاز محمد ربيعي. سياح الجمهور المغربي وانزلاق للملاكم الكازاخستاني، ولكن نريدها بلكمه يا ربيعي حتى تكون قاضيه. نريدها قاضيه، نريدها بالنقاط، نريدها وخلاص، عايزينها وخلاص. ايا كانت الميداليه الذهبيه نريدها يا ربيعي. قلوبنا تلعب معه يا كابتن. انا شاعر ان انا بلعب مع هذا اللاعب. الملاكم الكازاخستاني يلاكم بثقه كابتن، يعني ويجب على ربيع الوقوف وانتظار الملاكم الكازاخستاني، لا يجري وراءه، لا يتحرك وراءه، لان الملاكم الكازاخستاني يلعب بنظام ملاكمي. ايوه بيتحرك. ان شاء الله تكون الجوله يعني في نظر القضاه لمحمد. يا مسهل يا الله، يا رب يا مسهل. اتمناها الله. يا سلام يا سلام، علامه كامله لربيعي ان شاء الله. ونشم رائحه الذهب. الجوله الاولى ربيعيه مغربيه عربيه بقبضات محمد ربيعي القويه، نريدها ذهبيه. والله يا كابتن اشم رائحه الذهب. والله يا كابتن انا شاعر ان هو نازل يلعب مباراه عشان يكسب. انا شاعر بكده، مسيطر على الملاكم. نعم. مقلل المسافه، يعني ملاكم بيتحرك بتقنيه عاليه في الاداء. نعم، هو هذا المطلوب كابتن، انه يحجز بطريقه رائعه ويلكم اللكمه الواحده او اللكمتين تاتي في مكانها، ولكن حذري من اللكمات المرتده. تمنياتنا في الثلاث دقائق الاخرى قادمه. الجوله الثانيه هي الفصل. يعني كما نقول وكما تقول أغنية التراث المغربية التي تقول: الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي. يمينية رائعة من ربيعي، حالي ما يخفاك يا الواحد ربي، سبحان الحي الباقي. وربيع إن شاء الله على منصة التتويج بالذهبية سيكون يقف ويرتدي الذهبية، ولكن الجولة الثانية هي من تحدد يا محمد. وحتى الآن يا كابتن هو المسيطر على المباراة، هو المسيطر على المباراة. نعم. نود بقى تسديد ضربتين قويتين. ايوه كده، ايوه كده، نعم. ايوه كده، نعم. ايوه كده. نعم نعم يا ربيعي. التحرك الجيد. الملاكم الكازاخستاني، يعني انا لو قاضي، الملاكم الكازاخستاني يجري ويتحرك وينتظر لكمه. محمد يسدد 3 لكمات. حلوه مرتده رائعه كابتن حسن. والله يا كابتن ملاكم ممتاز، وبيؤدي اداء مفرح. سلام على هذه اللكمه الرائعه من ربيعي. محمد ربيعي البطل المغربي، اسد من اسود الاطلسي يا ولد، اسد يصول ويجول، يزأر بيمينيه رائعه. اسود الاطلسي تاتي باللون الازرق اليوم بقبضات محمد ربيعي الملاكم الكازاخستاني، يعني تائه في غابات الاطلسي، والاسد الاطلسي الله يقتنص ويفترس. مباراة ممتعة يا كابتن. نعم كابتن، نعم كابتن. ربيعي يمتع. ربيعي يبدع. ايوه. التمويه مطلوب، واليمينية والمرتدة مطلوبة. اداء عالي يا كابتن، اداء عالي يا كابتن، ما شاء الله، اداء عالي. هذا اللاعب بيؤدي ملاكمة زي ما مكتوبة في الكتاب، وزي ما يجب ان تكون الملاكمة. بالفعل الاسد، اسد الاطلسي يا ولد. الخطافية واليمينية الرائعة من محمد الربيعي. محمد ربيعي يزأر بيمينية وخطافية رائعة تأتي إلى كازاخستان. الله. أداء رائع يا كابتن. نعم. أداء رائع في الهروب من اللكمات، في تسديد اللكمات، في تحركات القدمين. شيء مفخرة للعرب. بالفعل لكمات قوية
مغربية عربية من كازابلانكا تأتي اللكمات إلى أستانا في كازاخستان لتقول نحن هنا بين الكبار، نحن نصر ولدينا الإصرار بقبضات ربيعي. يا الله قبضات من نار. الله حاجة حلوة. نعم نعم. الجولة الثانية أداء طيب، ولكن الخوف من الحكام. لا يعني أعتقد أن هذا اللاعب يجب أن ينال تقدير كل القضاة وكل المهتمين بشؤون الملاكمة. أفضل ملاكم في الدبليو اس بي النظام الاحترافي محمد ربيعي. يا سلام، علامة كاملة مغربية بقبضات محمد ربيعي النار القوية. اقدر اقول لك يا كابتن مبروك للعرب ان شاء الله. اقدر اقول لك مبروك للعرب. نحن نريدها ستر من الله في الجولة الثالثة ان شاء الله. والعرب بقالنا فترة كبيرة يا كابتن ابراهيم لم نرى الذهب يعني، ولم نرى العلم العربي تعزف له النشيد الوطني. نعم نعم كابتن. ربيعي يتألق، ربيعي يتعملق في جولتين، ولا أروع ولا أقوى. أسد الأطلسي، الولد الخلوق، الولد المؤدب، الولد الرائع، يرقص ويتلاعب بالآمال الكازاخستانية. إن شاء الله ميدالية عربية، ميدالية مغربية بقبضات ربيعي. المدربين رئهم ناشف يا كابتن، ونحن ايضا. انا شاعر بيهم. انا مدرب وشاعر ايضا كابتن. كلنا قلوبنا مع هذا البطل، هذا الولد الشقي الذي يضع اللكمات ولا يقف في مكانه. حذاري يا محمد من اللكمات الطائشة، فهي غير محسوبة النتائج، وعليك أن لكمة واحدة ولكمتين مرتدتين وتحرك. سيطر على النزال بهدوء فأنت فائز. اجعله يجري، اجعله يتحرك. يعني نريد الملاكم الكازاخستاني يتحرك، لا نريد أن يأتي. فاتركه يا محمد، اتركه يا ربيعي. أيوة، التمويه واللكمة المرتدة. مزيان يا ولد مزيان. هي المباراة ماشية على نفس الوتيرة يا كابتن الحمد لله. الأذربيجاني الكازاخستاني لم يغير من طريقته يعني، والحمد لله انه ما غيرش من طريقته. لا نريد ان يغير. لا، ما انا بقول لحضرتك الحمد لله، انا بقول لك الحمد لله انه ما غيرش. عنقود لكمات ينفجر في وجه لا الملاكم الكازاخستاني. عنقود لكمات ياتي من كازابلانكا ينفجر في هذه الحلبة. كازا مدينة رائعة، تخرج أبطال، تخرج رجال. وها هو أحد أسود الأطلسي يشرف العرب في نزال ولا أروع. يسيطر على كبار الملاكمة، يسيطر على الكازاخستاني بطل العالم ورقم 1 على العالم. عفوا يا سينوف، فلدينا محمد ربيعي. عفوا يا كازاخستان، لدينا بطل اسمه ربيعي. يتألق العرب كبار، العرب كبار، لكمات قوية. الله على الأداء يا كابتن. نعم الله على الأداء يا كابتن. أداء مفرح والله العظيم، أداء مفرح. شرف للعرب، شرف للعرب، شرف للعرب. رائع. الاستراتيجيات التي يلاكم بها محمد ربيعي استراتيجيات هادئة تمتثل إلى الهدوء. لا حاجة جميلة، حاجة جميلة كابتن. يرى جيدا، عينه يرى بها جيدا. يمينية رائعة مع رجوع الملاكم الكازاخستاني. أرهق الملاكم الكازاخستاني بملاحقة نزال. الحمد لله. أنا كان بودي أكون في المغرب عشان أشاهد الجمهور المغربي أو أشاهد الشعب المغربي. هيكون أنا أحس بهم الآن. أنا أعرف الشعب المغربي يحب الملاكمة ويحب الألعاب القتالية. الملاكم يعني محمد ربيعي رفع رؤوس العرب بذهبية طبعًا اليوم. طبعا يا كابتن. أداء راقي، أداء راقي وتاريخ، أداء راقي. وتحية للجامعة المغربية للملاكمة، تحية للجهاز الفني بقيادة محمد مصباحي، تحية أيضا للسيد محمد لوميني. هذا الرجل
قالها كلمة وأنا يعني أكيد يعني يقول أي رئيس بعثة نحن نريد الذهب، ولكن هذا الرجل قال لن نرضى بالفضة، لن نرضى بالفضة. صح. ففعلا تحقق الأمل وتحقق أمل العرب، وبالفعل كابتن حسن الدوحة قدم الخير على الرياضة العربية والملاكمة العربية. إنجاز غير مسبوق. سلام، يا سلام على الفرحة، يا سلام على الذهب، يا سلام على طبعا يعني نشيد المغرب سنسمعه اليوم، نشيد دولة عربية، وهنا في بطولة قوية. شيء مفرح يا كابتن. الربيعي يا سلام مفرح. يا ربيعي يرقص ويشطح هذا الملاكم. براحتك يا ولد، تمتع ومتعنا معك وفرحنا بالفعل كابتن. وسجدة الشكر. يسجد ويشكر المولى عز وجل بالفعل. نعم يحيي أهله في المغرب والجمهور المغربي كالعادة. يعني لا شيء جميل والله يا كابتن، شيء مفرح، يعني شيء مفرح يا كابتن، شيء مفرح. يا سلام والله شيء مفرح يا كابتن. تمنيناها ووجدناها الحمد لله بقبضات محمد ربيع. ايوه الحمد لله. شيء جميل، شيء جميل. ولكن ملاكمة يا كابتن، فنان. البطولة يا كابتن مستوى عالي جدا، بطولة مستوى عالي جدا يا كابتن. يعني تاريخ الملاكم محمد ربيع سطر الآن تاريخ العرب في الملاكمة. مظبوط هذا اليوم مظبوط يا كابتن. يعني من بعد حسين سلطاني الله يرحمه كان خط خطوات العرب في الملاكمة إلى وصولا إلى الميدالية الفضية في بطولة دورة الألعاب الأولمبية 2004 لمحمد رضا. هذه أكبر ميداليات حصل على العرب في الألعاب الأولمبية. أيوة. أما في يعني البطولات العالمية لم نرى هذا المستوى من هذا الملاكم مثل هذا. سهل ممتنع. لا ملاكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.